اليوم 20 نوفمبر، عندي برشا نخمم باش نخدم برا من تونس، وفرحان برشا بالفرصة وحبيت نغتنمها. ما قلت لحد اللي أنا خارج، كما يقول نبينا محمد: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. جاني الكنترولور، خذا مني الباسبور وعطيته الفيزا وأوراق الكل، وثبت فيهم برشا. قال لي لحظة تونجيك. حسيت إحساس خايب وقلت ظهر لي مانيش باش نخرج من تونس، وبالفعل لقى الفيزا متاعي اسمي مكتوب فيها بالغلط. رجعنا لتونس وعديت قرابة الشهر وانا نستنى باش يصلحوها لي، لكن مش بالسهل، تعدوا الايامات عليا. وعلى فكرة بعتولي مرتين الفيزا وزوز فيهم اسمي غلط، سبحان الله. اما المرة الثالثة طلعت صحيحة والحمد لله، ربي سهل امري. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, you see. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you will get... سلام. دوحة هي عاصمة قطر، واللي هي في 2017 تعرضت لأزمة دبلوماسية، يعني الإمارات والسعودية ودول الخليج اتهموها أنها تدعم الإرهاب، ولكن مش صحيح. فقعدت وحدها تعزني كي جماعة ناشيك جوجر. هاي انضباط تعال يبي ايش بك تعال، ونشجع الناس الكل اللي في تونس وفي البلدان الكل باش تجي تخدم هوني. اكيد انا مش جاي باش نفرد ولا نصور لكم في فيديو هذايا خاطرني نعمل رئيس وكل شيء، لا، جاي انا باش نخدم، باش نلمت برشا فلوس، باش نحل مشروع حتى انا لروحي، باش نضمن مستقبلي. العيشة هوني سهلة ومش صعيبة، وصعيبة شوي في نفس الوقت، ما هوني يعطوك حقك، يعني تخدم تاخذ شهريتك وكل شيء بالوافي، وتخلي معناها حق باش تشتري حاجة باش تعطي للدار. بينما في تونس ليه ما تحس روحك محبوس. اوكي، باش نوريكم تو هيك ابليكاسيون اللي هي يوبر. نختار وين باش نمشي، نعمل دان، نعمل كونفيرم بيك اب. فما وحيد هو كيما تشوفوا الكهرباء هذيك نورمالمون باش يجي مو غادي. الحمد لله وصلنا هوني، ركبنا في اليوبر. من اول فيديو لحد
قبل بكري شوي، هيكم صورتهم وقتها عندي جمعة بريسك ولا جمعتين وانا في قطر، بينما توكي تعدوا 3 أشهر ولا شهرين ونص حاجة كيكا. ما حبيتش نصور الدي فيديو على خاطر قلت لازمني نتعرف على البلاد اكثر، فان شاء الله لي فيديو الاخرين الجايين تحفونين برشا، وان شاء الله نكمل. لازمني استمرارية في الفيديو. اما شنو المشكل؟ الكاميرا هذه خايبة، لازمني نشري كاميرا اخرى. اللي يسأل شنو تعمل في قطر، جيت هونية باش نخدم اوف كورس، نخدم جرافيك ديزاين. يلا ما نطولش عليكم، هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وقصير هو الله غالب. وما تنساش تعمل كومنتير ولايك، واوف كورس سبسكرايب كانك مش سبسكرايبر. والسلام. انعم.